السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مليون مبروك لجمهور نادي الزمالك العظيم، ألف مليون مبروك للجمهور اللي لا يكل ولا يمل من وجوده في المدرجات. الجمهور اللي مخلي الزمالك في حالة تانية، مخلي لعيبة الزمالك في حالة كل الناس بتوصفها اللي هي حالة ما حصلتش. من فترات بعيدة وما شفناش الجمهور العظيم ده، من فترات بعيدة ما شفناش الجمال ده في المدرجات اللي كل مصر وكل الدول العربية والله والوطن العربي. والله كان معايا ناس من الجزائر ماتش بلوزداد ده، قال لك جمهور عظيم، جمهور نادي الزمالك ده باحترامه وتشجيعه المحترم واستقبالهم. لا ده جمهور ما حصلش، هو ده جمهور نادي الزمالك. اتنين، لعيبة محترمة. هتقول لي ما ده السكواد اللي انت كنت بتقول مش هو اقوى سكواد جه نادي الزمالك؟ اقول لك انا بتكلم بمورد الله وصريح، هقول لك لكن اللعيبه دي اثبتت ان معدنها اصيل، معدن محترم، لعيبه محترمه، لعيبه بتحب نادي الزمالك، بتعشق كيان نادي الزمالك، بتعشق فانة نادي الزمالك، مش لعيبه بتاعت فلوس. اثبتوا ان هم مش لعيبه بتاعت فلوس، اثبتوا ان هم لعيبه بتعشق نادي الزمالك. غيرهم خد فلوس ونكر نادي الزمالك ونكر خير نادي الزمالك عليه، لكن اللعيبه ديت محترمه، بتلعب في ظروف صعبه، في ظروف لو هو غيره الناس غيرهم كان قال لك انا عايز فلوس قبل ما العب. ليه؟ لان مفيش قيد، مفيش اي حاجه، فانت كده كده هتلاعبني غصب عنك، هتلاعبني لان ما عندكش لعيبه، ما عندكش قيد. لكن لا، ما عملوش كده، طلعوا رجاله، طلع معدنهم اصيل، طلعوا بيعشقوا نادي الزمالك وتراب نادي الزمالك، بيلعبوا، ما بيفرقش مين اللي قاعد مين اللي بيلعب، ما بقتش فارقه. محمد عواد بنشوفه بره وبيآزر المهدي سليمان وبياخده للجمهور وبيشجع بيه الجمهور كل ماتش. بنشوف الجزيري راس حربة الزمالك الاساسي قاعد بره ما يتكلمش، ما يفتحش بقه، فرحان بناديه، فرحان بالعظمه اللي بيعملها لعيبته، فرحان بزمايله. هو ده لعيبه اللي احنا كنا عايزينها، هو دي الرجاله اللي احنا كنا عايزينها في نادي الزمالك، هي دي الروح اللي كنا عايزينها. هم دول اللعيبه اللي بنقول لهم كملوا واحنا وراكم، وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله خير. حتى لو لا قدر اي ظروف انتوا بتعملوا اللي عليكم، وانتوا خلي بالكم وعدتونا وعدتوا الجمهور وعدتوا جهازكم اللي ان شاء الله الماتش الجاي هيبقى اصعب بتاع انبي، وان شاء الله نفوزوا زي ما فوزنا بيراميدز. وكان كله متوقع ان انت تقع، لكن ربنا عظيم وكبير، الحمد لله عدينا بيراميدز. وان شاء الله باذن الله زي ما وعدتوا جمهوركم بقول ووعدتوا جهازكم الفني اللي ان شاء الله ماتش انبي هيبقى فوز باذن الله والحصول على الثلاث نقط. وان شاء الله باذن الله يوم ماتش الاهلي هنحتفل بالدوري، لان انتوا اللي قعدتوا وقلتوا، انتوا اللي قلتوا ان شاء الله نفوز على انبي، وان شاء الله هنفوز على الاهلي ونحتفل باذن الله بالدوري الممتاز يوم ماتش الاهلي. هي دي اللعيبه الرجاله، هي دي الروح اللي احنا كنا نفسنا نشوفها، هي دي اللعيبه اللي كل دلوقتي بيلعب. عمر جابر اللي عنده 33 سنه يا جماعه، روح، هو ده الكابتن احنا كنا عايزينه، اللي عنده روح، اللي بيحس لعيبته، اللي بيشد بأزر لعيبته. هو ده عمر جابر اللي السنه دي عامل سنه محترمه جدا جدا جدا. معاه بقى نجم الدفاع حسام عبد المجيد، ومعاه الونش اللي رجع الحمد لله وطمنا عليه ماتش بتاع بيراميدز، وشفنا هو ده الونش اللي احنا عارفينه، هو ده الرجوله، هو ده الحماس اللي احنا شفناه معاه. هو دي اللعيبه زي بزيره اللي ابن نادي ابن 100 عقبه، بزيره ابن 100 عقبه، بزيره ابن 100 عقبه، مواليد 100 عقبه. صدقوني الولد ده لعيب اللي بيقول لك لو جالي اي عقد او اي عرض مش هسيب الزمالك. بيقول لك لو هلعب ببلاش في الزمالك هقعد، لو هلعب ببلاش هقعد، مش زي ناكر الجميل، لا قال لك لو هلعب ببلاش عشان خاطر الجمهور العظيم اللي انا شفته. هو ده الروح اللي احنا كنا مستنيينها من لعيبه نادي الزمالك، هي دي الرجاله. معاهم جهاز فني محترم ولاد النادي، معتمد جمال اللي بيشتغل ببص اقل التكاليف هو ابراهيم صلاح، بيشتغلوا ببلاش. ما طلعوش قال لك احنا عايزين وبنشتغل في ظروف صعبه وبنشتغل مش عارف ايه، ما قالوش، ما اتكلموش. هم دول الرجاله، عشان كده ربنا موفقهم، عشان كده ربنا مديهم. ده زي ما بيقولوا كده، بيقول لك ايه يعني ارضى بقليلك، هم دول. وايه ربنا ما بيضيعش اجر حد بيعمل بما يرضي الله، بيشتغل بما يرضي الله، لا ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. انسوا اللي اجركم هيروح. فان شاء الله يا رجاله باذن الله زي ما بقول من توفيق لتوفيق ومن انتصار لانتصار،
والف مليون مبروك لنادي الزمالك وجمهوره العظيم. شكرا.